أهلا ومرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم جيتكم هكا بحويجة تراديسيونيل كيما نقولوا احنا، معناها من ماكلتنا المعتادة متاع كل يوم، باش نعملوا مع بعضنا ان شاء الله مرقة لوبيا بالكعابر بطريقة سهلة وبسيطة، الناس كل نتصور يحبوها. عندي لهنا كمية من اللحم مفروم، بطبيعة تاخذ لحم مفروم قد ما تحب انتي. انا قريب هكا اقل شوية مرطل. فوحته بشوية ملح، بالطبيعة بعد ما صفيته بالقدا من الماء متاعو. فوحته بشوية ملح، كركم، فلفل أكحل، فلفل أحمر، بابريكا معناها، شوية نعناع، وبالطبيعة الثوم. النعناع راهو أساسي في الوصفة متاعنا، فما شكون ما يحبوش يستغنى عليه. أما أنا نتصور معناها يبان على الآخر اللحم مفروم. كيما شفتوا نعناع شايح وفرمته بإيدي معناها. كان عندكم مرحي بالقدا تنجموا تستعملوه زادا. حطيت لهنا ثوم كيما شو قلت لكم، 2 ولا 3 سنون ثوم، وشوية زيت زيتونة، وخليته يرتاح شوية هكا اللحم على ما شرب الفح اللي فيه. باش ناخد توا طنجرة متاعي حطيت فيها شوية زيت، بطبيعة تستعملوا الزيت اللي انتوما مستانسين بيه معناها. باش نقص شوية بصل، انا لهنا قصيت شطر بصلة، مش لازم معناها تقص كبير صغير، كيف كيف خاطر هو باش يذوب في الاخر في الصوص. خليتك البصل متاعي يتقلى في الزيت باش نحط عليه مغرفة وشطر، معناها طماطم معجونة، وباش نخليها تتقلى مع الزيت. نصب عليها هكا شوية ماء جست ما تتحل شوية كما قاعدين تشوفوا. بالطبيعة لهنا النار متاعي متوسطة، ما نحطيش على نار عالية باش ما تتحرق ليش. وباش نبدأ نفوح الصوص متاعي. بالطبيعة باش نستعمل الكركم، انا الكركم الحق نستعمله في اكلاتي الكل، يعني ما نستغنيش عليه جملة. بالطبيعة الفحل عادي متاعنا، كركم، ملح، فلفل أكحل، فلفل أحمر، هذاك أساسي. أنا لهنا مانيش باش نحط ملح على خاطر باش نحط في المرقة متاعي المالح، باش نستعمل المالح هذاك، علاش مانيش باش نحط الملح، نخاف لا تجيني مالحة برشا. فوحت بالقدا المرقة متاعي، توا باش نحط عليها شوية ماء، هكا مقدار نص كيس ماء ولا أقل شوية. شوفوا كيفاش على ما الطماطم متاعي تنحي القروصية اللي فيها. وتوا باش نبدأ نحط الكعابر بشوية بشوية، ناخو اللحم ونعملو بيديه فيسا فيسا هكا. نجمو تحضروه من قبل انتوما، ساهل ماهل، مرقة سهلة ما تكلفش برشا، نحبوها نتصور الناس الكل هكا. ونكمل الكونتيتي متاع الكمية متاع اللحم متاعي الكل. كملت، عملت كمية اللحم اللي حاجتي بها. الحق انا ما استعملتوش الكل اللحم متاعي، خبيت منه وحركتها بشوية بشوية باش ما يتحليش اللحم، خاطر مازلت كي حطيته. صبيت عليها شوية ماء ونخليها تغلي في عقلها. لهنا بعد ما غليت المرقة متاعي باش نحط اللوبيا. انا الحق اللوبيا لهنا نفختها من قبل بليلة، كان ماهيش متوفر من عندكم معناها اللوبيا شايحة وتنفخوها، نجموا تستعملوا اللوبيا الحكوك. اما انا نتصور هذه ابن معناها، انتم واللي متوفر عندكم حاسيلو ما ترتبطوش بالوصفة بالضبط. لهنا الملح متاعي خديتهم غسلتهم بالقدا وخليتهم يتنفخوا في شوية ماء سخون باش ينقصوا من الملوحية متاعهم، ما تلقاهمش هكا ياسر مالحين. وبطبيعة باش نحطهم بعد ما طابت اللوبيا، معناها عندها مدة وهي تغلي. دوما ما طابت اللوبيا آخر حاجة نحطها هي الملح متاعي. نجموا تستغنيوا عليهم، فما شكون ما يحبش معناها، فما شكون يحب يحط زيتون كهو، كبار كهو، انتوما وشنو تشتهيو.
وهذه مرقة اللوبيا متاعنا بالكعابر، سهلة ماهلة ما تكلفش برشا، بالطبيعة زينتها بشوية هكا بقرن فلفل برلعبيد. حاسيلو ما تنساوش باش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس اللي بجنب كلمة سابوني، وإن شاء الله في وصفة أخرى وحلقة أخرى وبسلامة.